بيتك في غيطك ده كيان مش كلام. بيتك في غيطك على ارض الواقع في مشروع الفي اي بي. الفي اي بي والفي اي بي بلس، مشروع 25 في اي بي ومشروع 26 في اي بي بلس. على ارض الواقع بنتكلم على قصص نجاح 25 الناس فعلا اللي اشتركت وعملت معاينات ثم اشتراك ثم استلام ثم زراعة. على ارض الواقع بنتكلم المعاينة على الطبيعة خير دليل، والواقع ورانا وقدامنا بيبقى هو خير حقيقة لقطع ألسنة المشككين المتضررين من التنمية لبلدنا العظيمة. في اي بي بلس على ارض الواقع، وفي اي بي اللي مش بلس عشان الناس ما تتلخبطش. البلس يعني ايه؟ يعني مميز جدا. حاجة بلس يعني مميزة جدا. المشروع الجديد 26 مميز جدا 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 الى ابعد الحدود. اللي عايز يزرع برسيم حجازي وعايز يعمل مزرعة مواشي ما تقابلوش مشكلة. اللي عايز يزرع جميع الزراعات التقليدية من كمون، من ذرة، من غلة، من شعير، اي زرعة هو عايز يزرعها مش هيبقى عنده مشكلة خالص. هيزرع ارضه كلها بالكامل في اي بي وفي اي بي بلس. المشكلات قبل كده اللي كانت بتقابلنا لازم نتكلم عنها ولازم نفصح عنها. ايه هي المشكلات؟ مشكلة المية، مشكلة البير كان صغير، مشكلة الطاقة كانت قليلة. مشكلة البير كان صغير عملناه بير أعماق 750 دلوقتي في اي بي وفي اي بي بلس. مشكلة الطاقة كانت صغيرة، كانت 70 كانت 60، عملناها في اي بي 150 وفي اي بي بلس المميز جدا 220. من مميزات الفي اي بي بلس، وده برضو من حلول المشكلات اللي احنا طرحناها، ان هي قسط على 3 سنين. في اي بي بلس هتاخد الارض، هتاخد فدان، هتاخد 2، هتاخد 3، هتاخد 4، هتاخد 10، هتاخد 20، هتاخد ال 200 فدان على بعض. هيبقى قسط على 3 سنين. 50% من المبلغ تدفعهم على 4 شهور وتستلم، او 6 شهور وتستلم، او 8 شهور وتستلم، او 10 شهور وتستلم، او 12 شهر وتستلم، او 14 شهر وتستلم. وباقي المبلغ ما تبقى من 3 سنين. يعني ايه الفزوره ديت؟ يعني لو انت دفعت نص المبلغ على اجزاء في خلال 4 شهور هتدفع باقي المبلغ على 32 شهر. لو انت دفعت على 6 شهور باقي المبلغ هتدفعه على 30 شهر. لو انت دفعت نص المبلغ على 8 شهور باقي المبلغ على 28 شهر، وهكذا. في اي بي بلس حلنا فيه مشكلة تانية. القصة والحكاية مش بيع وشراء. القصة والحكاية الأصلية القضاء على مشكلة. ركزوا، ايه المشاكل وايه كيفية العلاج. كيفية الإيجار لو انت مش موجود، لو انت داخل البلاد او خارج البلاد ومش موجود، ارضك بتبقى معروفة مش مشاع، لها طول لها عرض لها احداثيات. من داخل احداثيات المشروع اللي احنا شغالين فيه، ان كانت 5 فدان 10 فدان اكتر اقل، بنأجرها منك الفدان ب10,000 جنيه سنويا. دي برضو كانت مشكلة تانية كمان، مشكلة الزراعة بالشراكة. ممكن احنا نشاركك في المحصول، هنزرع كمون، هنزرع برسيم حجازي، مركزين على الاتنين دول، وكمان هنزرع قمح. الشراكة بتبقى في الزراعات التقليدية بس. وفي واحد تاني بيقول لك طب انا مش عايز اشارك ومش عايز اجر، وعايز واحد جنبي كده يعني يروي لي بالحته كده، تمام، النهارده بروي ياخد كذا، النهارده برش. موجود. كل مشروع معانا في اكتر من 5 أو 6 بيبقوا قائمين في المشروع من قبل ما نسلم المشروع، فبالتالي بيقوموا على خدمه الايه؟ المشروع. المرحله الاولى معانا اهو حمدي والحاج مسعد موجودين على طول معانا. المرحله الثانيه معانا الحاج تامر وابنه والحاج فتحي بتاع المنيا، كل حته. والمرحله الثالثه كذلك، والمرحله الرابعه كذلك، وان شاء الله المراحل الاخرى هيبقوا زي كده. اي حد عايز يشترك معانا في مشروع في اي بي بلس الطاقه ال 220 البير الاعماق القسط 3 سنين، هيراسلني على رقمي انا شخصيا 0100 879 1285. ليه بنعمل لقاءات مع المشتركين، الناس اللي استلمت واللي قعدت فعلا على الطبيعه واشتركوا معانا وبقوا فعلا ملاك وزراع في هذا المشروع.
ليه؟ لان هو بيبقى على ارض الواقع، هو اللي خاض وهو اللي استحمل الصدمات وهو اللي استحمل الكلام والخبطات في الاتوبيس وفي الكافيتريات وفي المطاعم ومن البلد. انت استلمت انت ما استلمتش، الارض حلوه الارض وحشه، كل ده هو بيستحمله على ما يستلم، لان الموضوع ليس بالهين السهل. موضوع يا جماعه، موضوع الابار، حفر الابار زي ما انتم شايفين اهو، البريمه بتيجي لحاجتها. موضوع حفر الابار وانك فعلا تدق بير اعماق، وده كان من اول المشاكل اللي موجودين معانا. موضوع الابار الاعماق ده مشكله، بيغيب جدا، ممكن ياخد 6 شهور، ممكن ياخد 4 شهور، ممكن ياخد 3 شهور. هي غالبا بتبقى تساهيل. الناس اللي زي الحاج مسعد من الناس المشتركين معانا والملاك معانا، هيكلمنا عن الكلام اللي كان بيتقال في البلد، الكلام اللي كان بيتقال في الاتوبيس، هيكلمنا على الكلام اللي كان بيتقال في الفرافره لما يروح يشتري اكل، لما يروح يشرب كوبايه قهوه على القهوه. ايه الكلام اللي كان بيتقال له؟ هل الكلام ده على الواقع ليه اساس وليه صحه؟ هل الناس دي فعلا لمسوا ان مشاريعنا فعلا على ارض الواقع مش موجوده، ولا كلام بيرددوه لمصلحه خاصه، ان هو عايزك تشتري منه، او ان هو حاقد او حاسد او الى اخره؟ هجمات تتوالى علينا ليل نهار. عشان كده بنقول تابعونا على صفحاتنا مجموعه شركات الفلاح، والافضل انك تعمل معاينه وركز قوي مع كلام المعاينين وتصوير المشاريع. حاج مسعد تحت امرك. طولت شويه انا، ها؟ لا تحت امرك. سحت مني خالص. لا تحت امرك. ايه الحلاوه دي يا حبيبي؟ تعالى كده، ايه الحلاوه دي؟ كل ده من خيركم يا حاج. والله كل ده والله من العظيم خيركم فضل ربنا علينا كلنا عظيم. احنا هنا بقالنا سنه ونص يا حاج اسامه. لا سنه بس، انت سنة. هتورطنا. لا سنه، من شهر 10 السنه اللي فاتت، يعني سنه مظبوط. وشهرين. سنه وشهرين تمام. في السنه وشهرين دول سمعنا كلام ان مفيش حد هنا ناجح خالص. وفي الاتوبيسات سمعنا احنا جايين، على القهوه سمعنا، في الفرافره سمعنا، سمعنا كل ده. احنا الوحده اللي اشترينا وسبناه على الله واشترينا في القاهره، لو انت تتذكر ان احنا دافعين الفلوس هناك. حصل. ما عملناش معانا، عملنا حاجه وجمدنا قلبنا وجينا، كنا عايزين نشوف الطبيعه عامله ايه. وجينا والحمد لله الارض زرعه ايه. ده شعير اول زرعه، واللي اشترى في الاول حمد نسيبي. وانا لما لقيت القصه كلها حقيقيه ومفيش اي حاجه، الشركه دي شركه مضمونه يا جماعه، والراجل ده احسن راجل ومفيش اي اللي شعل عليه ده كله هجس، كل ده كذب من الناس غيرنا مننا. المشروع هو زرعنا اهو، استلمنا، بقالنا سنه قاعدين، بقالنا زرعنا زرعه اهيت، الارض كلها مستصلحه. كلمني كده على الشعير ده اول زرعه. اول زرعه زرعته كده على طول، على طول، من غير ما من غير ري، من غير ما تطفي. بدرنا وروينا وزرعنا. يعني دي خضار اول زرعه، اول حاجه، اول ميه، من غير ما تغمر ميه، من غير اي حاجه خالص. حطيت له صوبر، ما فيش حق غسيله يا دوبك. تمام. غسلنا يا دوبك، بدرنا وغسلنا، ما عملناش حاجه ثانيه. بدرنا وغسلنا، يعني بدرنا وروينا يعني ما رواش قبل الزراعه. لا، انت عايز تقول كده يعني؟ ايوه، ما غسلناش. خربشت بالجراح، خربشت وبدرت وعملت وبالخشبه وروينا. حد قابلك في الاتوبيس؟ يامي. قالوا لك ايه؟ بلاش، قالوا لنا كلام كتير قوي. بس احنا عشان كنا واثقين في ربنا وفي حضرتك، جينا وقعدنا واستقرينا، واحنا لقينا اللي احنا كنا على حاج. كل الناس اللي بتعمل اشاعات من بره دي يا حاج كله ضرب، مفيش اي حاجه من الصح، كله هجس، كله هجس. وانا الحمد لله اشتريت امبارح من الحاج وسام ومضيت العقد. لو انا مش واثق ان الراجل ده كويس، انا قاعد هنا بقالي سنه، كان زماني مشيت بالظبط. لكن انا اشتريت وقعدت وبشجع اي حد يجي يشتري. هنا مفيش صحراء، الصحراء بقت تحت. تعالى كده، والله المستعان. تعالى قول لي كده، ايه عامل ايه؟ انت بتبني البيت؟ البيت ده كان في كام؟ 15 في 12. تعالى جنبنا، تعالى بقى. 15 في 12. مواصفاته ايه بقى؟ 3 اوض وحمام ومطبخ، وفي اوضه خارجيه، حمام ومطبخ. الخارجي ده واخد كام الف طوبه؟ حوالي 18000 طوب. 18000 طوب. ال1000 بينبني بكام؟ بيكلف كام باسمنت وبابا غنوجه بكله؟ تقريبا 3000 ونص. 3000 ونص. الطوب بالاسمنت بالبن صايم طبعا. كل حاجه. انت تجيب جركينك والكيسه بتاعت الاكل بتاعتك، ماليش دعوه بحاجه. والسقاله بتاعتك، ولا تقول لي لا برميل ولا تقول، مفيش الكلام ده. الزبون ما بيجيش خالص، ما بيجيش خالص، ما هو بيبنى والزبون مش قاعد. يعني شفتوا يا جماعه القصه ايه؟ القصه كلها حلول المشكله، كل دي حاجات بسيطه. البنا ده معانا كذا حد تاني. سلام عليكم، تعالى انت فاضي؟ نزلنا تريلة الطوب لفلان الفلاني، الدراع رقم كذا، عايز يبني مواصفات 1 2 3 4 بالحوش او من غير حوش، او اوضه بس، او 3 اوض. اللي انت عايزه بيتعمل فين.
يعني ما فيش هنا مشكله في حاجه. لا لا الناس اللي مفكره ان هنا ما فيش صنايعيه، ما فيش بنايين، ما فيش مخفئاتيه، لا، كل ما الصناعة في موجودة. في كهربائي شغال هناك اهو، مش ديش كهربائي، وسباك كهربائي وسباك شغال في البيت المجاور اهو. بيت ونجار، وده بيت حمد اللي هناك ده، وبيتنا الاولاني اهو. وبيتك يا انت عم وحمد اللي قدام هناك ده. الصناعية موجودة، الصناعية موجودة، الصناعه موجود، وده المسجد اهو والمسجد مبدئيا، أهو. غير البيوت اللي لسه هتنبني. وفي مبنى هناك كده بيتك في غيطك على ارض الواقع، ده حلم حقيقي احنا بنحققه، ايوه طبعا. وبنحاول ننشره على ارض الواقع للناس كلها، وان هم يتحققوا منه، وان هم يجي يعملوا معانا. انت في مشروع عين التنين مبسوط ولا لا؟ لا الحمد لله بجد؟ معانا مشكلة بس الحمد لله اتحلت يعني. اللي هي بتاعت بتاعت الإيجارات. الايجارات والمديونيات. ماشي، الايجارات والمديونيات دي يا جماعه دي مش مشكله، احنا اللي اتركنا عليه. ديت واخد بالك اتخاذ نية ايه؟ ان انت عارف انت عليك فلوس ادفعها، ما تكركبهاش. بالفعل ده ماشي؟ بقالنا 6 سنين ما دفعناش. الجماعه بقى لهم 6 سنين ما دفعوش. طب ماشي، الموضوع ايه؟ الموضوع الفلوس زادت، بقت صعبه عليهم، ولكن مهما زادت برضه مش كتيره، والحمد لله دي كلها حاجات بتبقى محلوله. ولكن في حد نزعك في ارضك قال لك انا دي الارض دي بتاعتي، بتاعت جدي، بتاعت خالي، بتاعت عمتي، خالتي، بعد بقالي 6 سنين والامور طيبه خالص. وباني وقاعد على دماغ الارض وبهايمك وطيورك ايه رايك في المجتمع اللي هناك؟ 100% الناس ده على فكره بنا ومعانا في مشروع قديم، هو هنا بيبني لان هو بنا، بس هو واخد معانا في مشروع قديم 642. عد لي كده البيوت على السكه وانت نازل من اول السكه، من اول لا خالص. كتير قول اللي فاكره. كتير ده يا عم احمد واستاذ ايهاب، قرب لي شويه، واستاذ انس، آه. وعم هيثم، كتير فوق ال 100 بيت هناك. والامين احمد وابو رزق وعم رزق وعمك رزق وابنه الوزير وعمك عبد المنعم وعم منعم والاستاذ بلال وعمك عشماوي عاطف وابو عشماوي وهيثم بتاع الشرقيه، كتير. وجنب منه مين تاني؟ عمك اشرف ولا مين؟ اشرف. كل دول يا جماعه بيبقوا مجتمع عمراني، بس المشروع بيبقى قديم شويه، خلاص بقى زي بحري وقبلي. وهنا ان شاء الله في خلال سنتين هيحصلوا. اشمعنى في خلال سنتين هيبقى زي اللي بقاله 6 سنين؟ اشمعنى؟ لان هنا قضينا على جميع المشكلات اللي كانت بتقابلنا هناك. كبرنا البير خليناه اعماق، كبرنا الطاقه من 60 و70 خليناها 220، بقينا نأجر الارض لو انت مش موجود، بقينا نشارك على الارض لو انت حبيت كده، بنروي لك في الارض باليوميه لو انت حابب. اللي عايز يشترك معانا في المشروع الجديد في الفرافره الوادي الجديد VIP بلس على الاسفلت العمومي بينه وبين الاسفلت 400 متر، ومعانا قطع على الاسفلت مباشر اسعارها مختلفه، هيراسلني على رقم 0100 879 1285. سلام عليكم.